انا اسمي يوسف اشرف، 23 سنه، الاسك بتاعي 2 مليون جنيه. المشكله اللي بتقابل المكفوفين هي ان هم ما بيكونش عندهم استقلاليه في حياتهم، وان دايما يومهم بيكون مبني على وجود شخص. الشخص ده لو ما كانش موجود يومهم كله بيقف، ما بيقدروش يعملوا حاجه. في اوبشنز كتير جدا موجوده حاليا للمكفوفين، زي العصايه الذكيه، زي الابلكيشنز اللي بتقرا السكرين بتاع السمارت فون، ولكن الحلول دي ما كانتش كافيه. علشان كده قدرنا نوصل للحل بتاعنا، وهي نظاره تكنو فيجن. النظاره اللي من خلالها بيتم بتقدم 4 اوبشنز. الاوبشنز دي اساسيه لا غنى عنها لاي كفيف، وهي التعرف على الاشخاص. يقدر يعرف مين الشخص اللي قدامه، هل هو اتعامل معاه قبل كده ولا لا. يقدر يتنقل من مكان للتاني عن طريق ان هو بيحدد الموقع بتاعه. يقدر يحدد او يحلل الحركه، ويقدر كمان ان هو يحدد الاوبجكتس اللي موجوده علشان يقدر يتنقل في الشارع بدون خوف. الكومباتيتيفز بتوعنا هنا مش بيقدموا قيمه كبيره، او بمعنى اصح القيمه ما بتكونش كامله. عندنا في تكنو فيجن احنا هنا بنقدم قيمه مقابل سعر. ده معناه ان احنا بنعمل اكتر من سيرفيس هو هيقدر يحصل عليها من النظاره بتاعتنا، زي ان هو يقدر يعرف الشخص والحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. ليه يعني هوب جلاسز ايه اللي ناقصهم وسمارت وايت ايه اللي ناقصهم؟ النظاره دي اول حاجه من ضمن الاهداف اللي هي بتعملها، ان هي بتخلي الكفيف يقدر يمشي في الشارع من غير ما يحتاج حد، عن طريق ان النظاره بتبدا تحلل الطريق، تبدا ترسمه وتعرف ايه هي الاماكن اللي ينفع يمشي فيها، ايه الاماكن اللي ما ينفعش يمشي فيها. تبدا توجهه ناحيه الارصفه لو في مكان او في حاجز معين يقف لحد ما يعدي ويقدر يوصل للوجهه بتاعته بسلام. بس هوب جلاسز وسمارت وايت لا، ما عندهمش. بس في منافس تاني اللي هو الامل، المنافس العالمي. لا، امل مصري يعني، وبيقدم الفيتشرز دي. لا، نظاره الامل مش هي. نظاره الامل موجوده فعلا، لكن مش بتقدم الفيتشرز دي. نظاره الامل اللي بتقدمه ان هي بتتعرف على الاشخاص فعلا، وان هي بتعد الفلوس، لكن ما بتقدرش تخليه يتنقل من مكان للتاني. فدي ميزه عندك مش عندك. ماشي. الماركت سايز بتاعنا هو 1.8 مليون كفيف موجودين في مصر. هنتارجت منهم 30,000 كفيف، ودول اللي موجودين في قطاع التعليم فقط. وطبعا الرقم القليل ده بيدل على المعاناه اللي هم بيعانوها. ده حجم السوق بتاعنا في مصر. حجم السوق بتاعنا في الوطن العربي 7 مليون كفيف، وفي العالم 39 مليون كفيف. هنبيع عن طريق 3 طرق. الطريقه الاولى هي البي تو بي. هنا احنا هنكون بنتعامل مع المؤسسات والجامعات التعليميه. هتكون سعر النظاره 7000 جنيه. في الطريقه الثانيه هنكون هنا بعد ما ننتقل للمرحله الثانيه هنكون بنركز اكتر على خدمات ما بعد البيع، وخصوصا الصيانات، وهنكون بنوسع السكيل بتاعتنا اكتر. في الخطه الثالثه هنكون وقتها قدرنا ناخد ثقه كبيره تخلينا نقدر نبيع بي تو سي، ويبقى عندنا منافذ بيع خاصه بينا. في السنه الاولى بتاعتنا هنقسم البيع بتاعنا ل4 كوارترز. في الكوارتر الاولاني هنكون بنبيع 24 نظاره لطلبه جامعه الفيوم ب 168,000 جنيه. في الكوارتر الثاني هنكون بننتقل لجامعه القاهره 175 نظاره ب 1,225,000 جنيه. في الكوارتر الثالث هنكون بنبيع ب 6,300,000، وهنا هنكون عدينا البريك ايفن بوينت بتاعتنا. في الكوارتر الرابع هنكون بنبيع ب 12,600,000. وبنهايه الكوارتر الرابع هنكون قدرنا نبيع 3000 قطعه ب 22.5 مليون جنيه ريفينيوز، وبتوتال نت بروفيت 10.5 مليون جنيه. الاسك بتاعنا 2 مليون جنيه، هيتقسم ما بين 25% للاوبريشنز، 25% للسوفت وير، و50% للكومبوننتس. وده الفريق بتاعي، اتمنى ان هو يكون موجود معانا عشان نجرب النظاره. طيب قبل اي سؤال التجربه، لانه في عندنا موديل يعني بيتهيألي نجرب وبعد كده نسال. صح كده؟ استاذن حضراتكم حد يطلع معانا على الستيج؟ طبعا المغامر كده. انا نظري ضعيف اصلا. لا ورياضي، ولو وقع يعني هيعرف يقع كويس. صح. اولا نسلم عليكم. ازيكم؟ ازيكم؟ ان شاء الله ما يقعش ويبقى الموضوع كويس باذن الله. هل يمكنك انت بوحده البروسيسور اللي انت هتحطها على النضاره ان انت تزود التعقيد شويه، ان يبقى فيه ديب ليرنينج؟ هل ده وارد عندكم ولا؟ هو ده بالظبط اصلا اللي بيحصل، لان احنا ده مش بيتم غير عن طريق الاي اي.
فاحنا من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها ان احنا في اول سنه لينا بمجرد ما نخلص الكوارتر الرابع هيكون عندنا 3000 نظاره ماشيه في الشارع. هناخد داتا من ال 3000 نظاره دي يوميا بالتحركات اللي هم بيتحركوها علشان نبدا ندرب بيها موديلز جديده تخلينا قادرين في الفيرجنز الجايه نقدر نعمل ده بسهوله من غير ما نحتاج لاي حاجه تانية. ده كان على الطريق واحنا جايين النهارده الصبح. وايه الارقام؟ الارقام دي ايه؟ الارقام دي نسبه قربه او بعده من المركز او الشخص اللي موجود. ايه الكومبوننت اللي موجوده جوه الديفايس علشان يبقى سعره ب $200؟ الرايسبيري باي دي وحده المعالج بتاعتنا. ماشي. وبنستخدم معاها الكاميرا. طبعا احنا مستخدمين كاميرا كمبيوتر، كاميرا ويب عاديه. وحانت لحظه الاعلان عن الدعم بشكل واضح جدا. طب مبدئيا بس انتوا شاطرين قوي يا شباب، برافو عليكم. بنشكركم فعلا، برافو. فريده، ان ولا اوت وكام او مش كام؟ المشروع نفسه مسني شخصيا عشان انا كان عندي مشكله في النظر وقعدت اتعالج فتره طويله. بشكركم، ويعني انا ان بمليون من الصندوق، وغير كده كمان شخصيا معاكم في المرحله الثانيه والثالثه. شرف لينا حضرتك. ده اكبر رقم سمعناه النهارده ده. شلبايه، بدايه كويسه جدا جدا جدا، وعايز نتفق ان انا ادي كمان 300. سامح، أنا شايف إن هو مشروع واعد للغاية. في شوية حاجات تقنية لازم تركزوا معاها، من قبيل فكرة الكونكتيفيتي، يعني التوصيل بالإنترنت، النموذج بتاع التعليم العميق، القابلية على إن السيستم نفسه يعلم نفسه ويصل إلى مراحل إن هو يعني يدي رسائل واضحة وأونلاين وهات وكل حاجة. يعني برضو تبع الصندوق 300,000، يعني يبقى كده احنا وصلنا. هو لا، احنا الماكسيمم بتاعنا 1.5 مليون. احنا كده وصلنا للماكسيمم. وصلنا ده غير الانفستمنت بتاعي، بس يمكن ده غير كمان الفند اللي جاي من فريده. 1,500,000 جنيه دعم الفريق ديفيليت جامعة الفيوم. ألف مبروك.